قبل قليل طلعت من مديرية مرور فلوريدا DMV هنا. أسهل إجازة سوق حصلت عليها إلى حد الآن. يعني العملية كلها ما طولت تقريبا أقل من نص ساعة. ماكو لا فورم ولا أي شيء، يعني أصلا بس جدا أسأل، وكنت شايل بعض الدوكيومنتس معايا، فقالوا خلاص يعني عندك كل شيء موجود، الدرايفر لايسنس، إجازة السوق مال نيويورك، سوشيال سيكوريتي، بطاقة التأمين، ورادوا إثبات يعني مال سكن، أيضا كان هذا موجود، أخذوا صورة وخلاص. دخلت هاي بطاقة مال نيويورك، إجازة نيويورك. طبعا يعني بعدين قصوها من قبل ما أطلع، لأنه ما يصير تحمل إجازة السوق مال ولايتين. وطلعت بهاي إجازة فلوريدا، إجازة السوق مال فلوريدا. عملية جدا سهلة، أصلا ما توقعت، لو أعرف كان من زمان قدمت عليها. يعني صار تقريبا أكثر من 6 أشهر، حوالي 6 أشهر ساكن هنا. صراحة يعني مشكورين جدا لمديريات المرور بفلوريدا، مسوين العملية جدا سهلة وبدون موعد. يعني بدون موعد، إذا تجي بعد 2:30 لا يحتاج أي موعد، قبل 2:30 لازم تأخذ موعد. فأنا طلعت من الدوام، جيت مباشرة، وأقل من نص ساعة طلعت إجازة سوق مال فلوريدا وياي. لا، الإجازة طبعا دوكيمنت مهم، يعني هو يعتبر مثل الهوية مالتك. أغلب الأمور تمشي بإجازة السوق، حتى استخدمها بالطيران من تدخل مطار تطلع، كلها على إجازة السوق. يعني كان من المهم أنه يعني يكون عندي هذا الدوكيمنت. بالتوفيق يا رب للجميع.